اوعى تقولي لها امام هنا. وصلت بيكي الجرأة ان انت تضربيني وانا في المطبخ؟ والله ما يا ماما. ماما كاتك ماما دي ماما مش هنا، مش تقولها ليش انا، تقوليها لامك اللي في المقابر. ماما دي لما يبقى احمد موجود بس، لكن هو مش هنا انت الشغاله وانا مرات ابوكي، فاهمه ولا لا؟ ايه ده؟ اللي شيماء بتعمله ده وبتعامل البنت دي بيكي الجرأة ان انت تمدي ايدك عليا وانا في المطبخ؟ والله ما انا هعرف ازاي اخليكي تتكلمي. حرام عليكي. انتي بتضربيني؟ انت لسه شفتي حاجه؟ خدي اهو. بس هي وصلت كمان انك بتمد ايدك على البنت عشان تبقي تتجدعني وتمدي ايدك عليا. ها؟ ايه ده؟ كاتشك القرف، تعبتيلي دراعي. ما تتكلميش، انا شفت كل حاجه وسمعت كل حاجه، مش عايزها تحس ان انا عرفت حاجه. شفت يا بابا اللي هي بتعمله؟ انا بقى بتعامل كده كل يوم. ليش ليه ولا عرفتني حاجه زي كده؟ ما انا كنت حكيت لك ما كنتش هتصدق، وبعدين انا ما رضيتش اقولك عشان ما ابوظلكش حياتك. حياتي ايه؟ انا اهم حاجه في حياتي ان انت تبقى سعيده ومبسوطه، وبعدين ده انا اتجوزتها مخصوص عشان خاطر تخدمك انت وتفرحك. تخدمني؟ ده انا اللي شغاله خدامه عندها يا بابا، يا ريتك ما اتجوزتها. انا عليا ادخل اطردها دلوقتي، بس ما ينفعش بالسهل كده، لما اخد حقك الاول. انا همشي دلوقتي. حقي؟ انا عارفه عشان هو مش حقي، عشان انت كتبت لها الشقه باسمها. بقى هي بتعامل بنت كده وانا مش عارف اعمل حاجه، بس مش هقدر اتكلم ولا افتح معاها الموضوع، لان انا اللي كتبت الشقه باسمها. ساعتها هتكلم هتطردني انا وبنتي في الشارع. بس لازم اركز بقى عشان اعرف اجيب حقي وحق بنتي. بس هعمل معاها ايه يا رب؟ يا عماد عامل ايه؟ ايه يا احمد مالك؟ ما عارف يا عماد، واقع في مشكله ومش عارف اتصرف ازاي. خير يا صاحبي، قول لي مالك، فيك ايه؟ مراتي يا عم بتعامل البنت وحش، زي الخدامه في البيت، وبتضربها وتمد ايدها عليها. ما بقتش عارف اعمل ولا اتصرف ازاي. لا يا احمد، هي لا تبطل اللي هي بتعمله ده وتتقي الله في البنت، يا اما تطلقها. جبت انت كده الخلاصه ولا جبت المفيد؟ انت ناسي ان انا كاتب الشقه باسمها؟ يعني ساعات كده هترمي في الشارع انا وبنتي. عمال افكر ودماغي تودي وتجيب، اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عندي فكره الموضوع ده، خليها تتنازل عن حقوقها وتاخد الشقه كمان. انت بتتكلم بجد؟ بجد. قول لي بسرعه. اسمع مني. انت يا بنت انت خدي تعالي هنا. نعم. ايه ده سايبالي الدنيا مبهدله ليه؟ عايزه الدولاب دي كلها تتفضى تحت وتروقيها لي كلها من اولها لاخرها، والتلاجة تتعكيها من جوه. خدي تعالي هنا، المنظر ده مش عايزه اشوفه. عارفه لو قلت لابوكي اللي انا بقول لك الحاجات دي كلها ولا تعملي الحاجات دي كلها هعمل فيكي ايه؟ بره انت وهو، كل حاجه باسمي. يلا اشتغلي. منك لله يا بابا، انت اللي عملت فينا كده. مش عارفه هي اصلا خانقاني. ده ايه ده؟ ماخدش راحتي في البيت ولا اي حاجه، بنت متعبه. تمام اوي، حلوه الفكره دي. طب خلاص، ما دام انت موافق ننفذ الموضوع ده بكره. لا بكره ايه؟ مش هستنى لبكره، دلوقتي حالا. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. طب يلا تعالى يا عماد ادخل. هبص عندك، وهالبنت عندها امتحانات بكره. اوعى تقول لها ان انت شفتني، انت مش عارف هي ممكن تعمل فيا ايه. ما تخافيش يا حبيبتي، هي من النهارده مش هتعرف تعمل معاكي حاجه. هاتي دي كده، وعايزك دلوقتي تروحي عند عمك، ما ترجعيش غير لما اكلمك. حاضر يا بابا. يلا تعالى يا عماد. يلا. هي كده جوه ونايمه زي ما اتفقنا. خلاص ماشي. استنى. ايه؟ انت طالع يا شيماء، طالع بالثلاثه. شيمو. ايه؟ حرامي الحقيقة احمد، في حرامي. حرامي ايه؟ انت فاكره الاسطوانه دي هتدخل عليها شيماء؟ بقول لك حرامي. ارجعي ورا بس عشان بصور الفيديو يطلع حلو. يا استاذ بتصور ايه ده؟ هي اللي قالت لي تعالى. انا برضو هو انا اعرفها، كان اول مره اشوفها. شوفيني ايه يا شيماء؟ انت هتنكريني دلوقتي ولا ايه؟ يا احمد الحق يا احمد، انا ما اعرفوش. يا استاذ انا ما اعرفش اصلا هي متجوزه، كان دايما تقول لي تعالى وفانا كنت باجي. اول مره اشوف يلا يا كذاب.
بقول لك ايه، انا بصورك فيديو. لا يا خاينه يا زباله. وعلى العموم انت كده كده ما تعرنيش، تعري اهلك. ازاي يا احمد الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ انا عمري ما اعمل حاجه زي كده، انت عارف ان انا متربيه كويس. بس خلاص كفايه اول فيديو ده، انك في اوضه نومي وجايبه واحد غريب. انت اتجننت؟ مفيش الكلام ده اللي انت بتقوله ده. مش انا اللي بقول، الفيديو هو اللي بيقول. وانت طلعت لي منين انت دلوقتي؟ كفايه كلام بقى، كلام ملوش لازمه. انت دلوقتي قدامك حل من الاتنين، ينشر الفيديو على النت وكله يعرف حقيقتك، يا لهوي، يا اما بقى تمضيلي على الورقه دي تنازل بكل حقوقك، والشقه اللي انا كنت غبي وعبيط يوم ما كتبتها لك باسمك. الشقه دي مهري يا احمد هتاخدها؟ بقول لك ايه، انا قلت اللي عندي وانت تختاري. قمت بقى شمال بالله عليك عشان ما تفضحناش. مش انت من هنا خالص. طب مشي الراجل ده، مشيه وانا امضي. ما يخصنيش الراجل ده. يلا يلا غور على بيت ابوك، مش عايز اشوفك. طب اقعد، هروح فين؟ بقول لك يلا غوري، مش طايق اشوفك. امان، الف شكر يا صاحبي على وقفتك معايا واللي انت عملته ده، جميل عمري ما هنساهولك. حبيبي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. بس الحمد لله ان هي غلط في داهيه. الحمد لله. استاذنك انا بقى يا صاحبي. طب تعالى تعالى هنشرب حاجه مع بعض. تعالى يا عمده اقعد. بقول لك ايه يا احمد، ايه يا عمده؟ اوعى تنشر حاجه زي كده. لا يا عماد ما تقلقش، احنا ما بنفضحش ولايا، وبعدين اللي ما نقبلش على اهل بيتنا ما نقبلش على الغريب. عندك حق، وبعدين هي اصلا برضه ما عملتش حاجه وحشه. وما كانتش كده، بس عادي. على العموم برضه عشان تصدق يا صاحبي، ادي الفيديو اهو مسحهولك اهو.